هما كده هيفضلوا متجمدين في مكانهم، وكل لحظه بتعدي احنا هنسيطر اكتر. شغل فنادق يا ابو العناد. يا ولد يا حمو يا جامد. يلا يا محمد اقفل اللعب عشان هنتغدى. ركز في اللعب يا حمو وسيبك منهم. ايوه كده. يا أروى لمي الألوان دي عشان نرص السفرة. اشمعنى انا لسه مخلصتش الرسمه، وبعدين محمد هو اللي بياكل اكتر، يروح هو يرص السفره. ايوه كده يا اروى، قولي اشمعنى، خليكي قويه وما تسمعيش الكلام بسهوله. برافو يا عنيد، سيطرت على البيت اروى ومخلتهاش تروح لامها. ها ايوه كده اهو، ده الشغل ولا بلاش؟ ومال احنا هواها ولا ايه يا طناش؟ هما كده هيفضلوا متجمدين في مكانهم، وكل لحظه بتعدي احنا هنسيطر اكتر. شغل فنادق يا ابو العناد. محمد يا أروى هتفضلوا سايبين نفسكم كده العنيد وطناش يلعبوا بيكم على كيفهم؟ مش عارف أعمل إيه، ما بقتش أسمع كلام ماما خالص مهما كان صوتها عالي بسبب السدادات دي. احسن يسيطروا على فيروس كمان. للاسف اختك لسه صغيره وفترتها سليمه، مش هنعرف نعمل معاها حاجه دلوقتي، انما انتوا وقعتوا خلاص ومفيش رجوع. لا مش هنسيبكم، مفيش حاجه اسمها خلاص، احنا احرار في تصرفاتنا هي طاقتكم، واسمعوا كلام ماما وما تخلوش حد يسيطر عليكم. عارفين يا اصحابي، محمد واروى وقعوا في فخ وحشين قوي. طناش بيسرق صوت ماما من ودنا، وعنيد بيخلي قلبنا ناشف وبيقول اشمعنى. ولو دايما بتتحججوا بحاجات وتقولوا اشمعنى، مفيش أحلى من كلمة حاضر تضيع تأثير عنيد من على دماغكم. طناش وعنيد موجودين في بيوت كتير ومسيطرين على أطفال كتير. اقعدوا مع أولادكم واسمعوهم واتكلموا معاهم. الزعيق والشكوى مش هما الحل، لازم تسمعوهم عشان يسمعوكم، لازم تحترموا رغباتهم عشان يسمعوا كلامكم. اللين والود بيبقوا زي السحر في علاقتكم بأولادكم. إيه المشاكل اللي بتواجهوها مع أولادكم؟ اكتبوا لنا في الكومنتات وتبقى أحلى حدوتة. ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة عشان يوصلكم باقي قصص أبطالنا.